موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب. واصل المنتخب المغربي تحت 20 سنة لكرة القدم مشواره التاريخي في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا بعدما حسم التأهل لدور نصف النهائي بالفوز على نظيره الأمريكي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب استاد الشتينيني. وأحرز الأهداف المباراة كل من جاسيم ياسين جوشو وإندر في مرماها، وفؤاد الزهواني في الدقيقة 31 و66 و87 على التوالي لصالح منتخب المغربي، بينما جاء الهدف الأمريكي في الدقيقة 45 عن طريق كومبل كامالا. وضرب المنتخب المغربي للشباب موعدا ناريا مع نظيره الفرنسي في مواجهة نصف النهائي المقرر إقامتها في 11 من مساء الأربعاء مقبل 15 أكتوبر الجاري على ملعب إياد باس جيرينو فرانديس، في تكرار المواجهة التاريخية بين المنتخب الكبار أسود الأطلس والديوك الفرنسية التي خسرها الأول في نصف النهائي في كأس العالم 2022 بهدفين دون رد. ومن المقرر أن تقام المباراة نصف النهائي الأخرى فجر الخميس بين المنتخبي كولومبيا والأرجنتين، على أن يلتقي الفائزان في المربع الذهبي وجها لوجه في نهائي المقرر إقامته فجر الأحد، بينما قد تقام المباراة تحديد المركز الثالث والرابع مساء السبت. وتعتبر هذه المرة الثانية عن تأهل المنتخب المغربي لصف النهائي كأس العالم للشباب، وذلك بعد النسخة عام 2005 التي استضافتها هولندا وخسر أمام نيجيريا ب3-0 قبل أن يسقط مجددا في مباراة المركز الثالث أمام برازيل ب2-1 ويحصد المركز الرابع. إذن المباراة سوف تكون يوم الأربعاء على الساعة 9 بتوقيت غرينتش بالمغرب.